لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام، مكان عبر قنوات بيان سبورتس في مواكبة لمباراة الجولة 22 من الدوري المغربي الممتاز لموسم 2018-2019 هنا بملعب العبدية الوداد المتقدم عن شوط المباراة الأول بهدف مقابل شيء الثاني. أسرع هدف ودادي هذا الموسم عن طريق لاعب مايكل بابا توندي في الثانية 22 مشاهدينا الكرام، بعد أول كرة وأول هجمة للوداد مباشرة بعد انطلاقه خطف كرة ينطلق من الجهة اليمنى يمرر لبابا توندي بلمسة واحدة يهزم الحارس محمد اليوسفي. شوط أول شهد العديد من الفرص لا من جانب الوداد ولا من جانب الفريق الدكالي. الوداد اللي ضيع انفرادين، وحتى لا ننسى أيضا الدفاع الحسن الجديدي مصوفا وعادل الحسناوي ويوسف أقردوم الثلاثي الذي هدد مرمى أحمد رضا التقناوتي، خاصة كرة اللاعب يوسف أقردوم التي ارتطمت بالقائمة الأيمن لمرمى الحارس أحمد رضا التقناوتي. ينطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات ولا تغييرات من طرفي المدربين بدو الزاكي وكذلك فوزي البنزرتي، نفس الاختيارات ونفس الاسماء مع انطلاقه هذا الشوط. الوداد الرياضي احمد رضا التقناوتي في حراسه المرمى، عبد اللطيف نصير، اشرف داري، الشيخ ابراهيم كومارا، محمد النهيري، ابراهيم النقاص، صلاح الدين السعيدي، وليد الكارتي، اسماعيل الحداد، محمد وناجم ومايكل او ميتشيل بابا توندي. بالمقابل الفريق الدكالي حاضر بنفس العناصر التي نشطت الشوط الاول، محمد اليوسفي في حراسه المرمى، بوخريس، مروان هدودي، يوسف أقردوم، سعد القروم، محمد علي بمعمر، عادل الحسناوي، المصطفى الشيشان، كريم الهاشمي، بلال المقري، واللاعب سيمون مصوفا اللي شفناه بمهاراته وكذلك بخطورته وبمناورته على منطقة جزاء فريق الوداد الرياضي. الكثير من الأحداث والمعطيات مرتقبة في هذه الجولة الثانية، الدفاع من أجل التعديل والوداد من أجل التأكيد بهدف ثاني ليقترب خطوة أخرى نحو البوديوم مع نهاية الموسم الحالي. لا حديث إلا عن اقتراب الوداد من لقب البطولة الوطنية. هذا الكلام لا يأتي من فراغ ولكنه يأتي من معطيات متوفرة حتى الآن، لأن الوداد يبتعد بفارق مريح ومريح جدا، ربما الحسم قبل جولات من نهاية الموسم الحالي إذا ظلت الوتيرة كما هي عليها الوداد من انتصار لانتصار. انتصار آخر سيقرب بكل تأكيد من الفوز بلقب البطولة الوطنية، ولكن ستكون ربما ردة فعل الفريق الدكالي الذي يسعى لإيقاف مسيرة الوداد وسلسلة انتصارات فريق الوداد الرياضي في المرحلة الحالية. ذكرت بهذه واحدة من أطول سلسلة انتصارات للفريق الأحمر. سنة 2019 هي بكل تأكيد سنة النجاحات والانتصارات لفريق الوداد الرياضي الذي يبحث عن المزيد، والجماهير متعطشة أيضا لمزيد من الانتصارات ومزيد من الألقاب. الدفاع الحسن الجديدي، الكثير من المتغيرات هذا الموسم على مستوى الإدارة الفنية وكذلك على مستوى التركيبة البشرية. هناك أسماء عديدة رحلت عن النادي وبالمقابل تم استقطاب بعض الأسماء. عموما هذا الأمر يعني واقع ويحدث لكثير من الأندية. الدفاع الحسني الجديدي، الفريق اللي أمتعنا في السنوات الماضية، الفريق الدكالي الظاهرة في السنوات الماضية، الفريق الدكالي يمكن قلة الخبرة والتجربة ونقص طبعا في الزاد البشري أثر عليه في مشاركاته الإفريقية الماضية، خاصة في الشامبيونز ليج لما خرج من الدور الأول. هذا حدث في الموسم الماضي لو تتذكرون عندما واجه وفاق سطيف وكذلك توبيسون مازيمبي، وحتى لا ننسى الفريق العاصمي في الجزائر في مجموعة كانت صعبة، ولكن الفريق الدكالي كان له الشرف أن يلعب من جديد في المسابقة الإفريقية وخاصة الشامبيونز ليج، لأنه هذه أول مرة على فكرة هذا حدث في النسخة الماضية، أول مرة الدفاع وصل إلى دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وسبق إلى ذلك مجموعة من الأندية اللي عادة لا تحضر بشكل سنوي في الشامبيونز ليج كما هو الحال لفريق مغرب أتلتيك تطوان. لو تتذكرون قبل 4 سنوات كان حاضر هو الآخر في دوري مجموعات الشامبيونز ليج، وهو أيضا واجه توبيسون مازيمبي. لاحظوا
بأن الأندية الحديثة في دوري أبطال إفريقيا، تحدث عن الأندية المغربية، نعم القرعة لم تكن رحيمة بها، لا الدفاع الحسن الجديدي في 2018 ولا كذلك المغرب التطواني في نسختها 2015 عندما واجه كذلك فريق تو بيسون مازيمبي. إذا تلعب الكرة بسرعة مباشرة إلى الرمية الجانبية، لكن بالمقابل الوداد يعرف جيدا مازيمبي، يعرف جيدا مازيمبي ويعرف كيف ينتصر على نادي مازيمبي. مشاهدينا الكرام، نعم لما تقارن الوداد والأندية الأخرى، الفريق اللي قادر على قهر فريق مازيمبي بالأرقام وبالنتائج هو فريق الوداد الرياضي. يعني بهذه العبارة اللي يعرف المازيمبي هو فريق الوداد الرياضي، والفريق اللي أجبر لو تتذكرون في مباراة لا تنسى بالنسبة للوداد لما أجبر مازيمبي على التعادل هناك بلومومباشي، وهي المباراة المفصلية واللي أهلت فريق الوداد إلى دوري المجموعات آنذاك. تلعب الكرة مباشرة في وسط الميدان لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديدي. مصوب في الانطلاق على الجهة اليمنى، ماذا سيفعل اللاعب مصوبة؟ السعيدي يقطع الكرة، السعيدي في نهاية المطاف يجد المساندة من طرف محمد الناهري. محمد الناهري ضاعت الكرة يا الناهري، الناهري المدافع والناهري الهداف، الناهري المهاجم، الناهري اللي عودنا على أهداف جميلة جدا هذا الموسم في المسابقة الإفريقية. يعني يكفي نقول بأن الناهري حتى الآن سجل 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا رفقة فريق الوداد هذا الموسم. ربما تاريخيا هو يتفوق على بعض المدافعين الأكثر شهرة ربما في تلك الفترة، أبرزهم نور الدين النيبت، يعني سجل حتى أكثر من نيبت في دوري الأبطال وفي موسم واحد، وكذلك سجل أكثر من حمودة بن شريفة أيضا واحد من المدافعين المميزين اللي مروا في فريق الوداد الرياضي جنبا إلى جنب مع هشام اللويسي، كذلك واحد من المدافعين اللي سجلوا أهداف رائعة ورائعة جدا في مسارهم الكروي. ولعل أجمل هدف ربما يتذكر فريق الوداد الرياضي كان في الديربي التاريخي اللي مكن فريق الوداد من حسم لقب البطولة الوطنية. هذه أمثلة لمدافعين كبار مروا من فريق الوداد الرياضي وسجلوا بقميص الوداد في مباريات حاسمة. مشاهدينا الكرام، بينما كرة بينية لفائدة فريق الدفاع، مصوفا يلحق على هذه الكرة، مصوفا العرضية يا مصوفا مرة أخرى ترجع لفريق الدفاع الحسني الجديدي، ملعوبة على الجهة اليمنى لكن بعيدة جدا على اللاعب الهاشمي، تخرج بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفريق الوداد الرياضي في هذه اللحظات. ننتظر تحركات أكثر وأبرز من فريق الدفاع لأنه هو المستقبل اليوم وهو المطالب بأن يقوم بردة الفعل. لماذا؟ لأن الدفاع خسارة أخرى ستعقد أكثر من مهمته فيما تبقى من جولات هذا الموسم، لأن حسابيا الفريق الدكاني معني بأمر النزول إلى دوري الدرجة الثانية إلى جانب الكثير من الأندية، لأن هناك تقارب كبير على مستوى عدد النقاط بين مجموعة من الأندية. مشاهدينا الكرام، طبعا لما تذكرت الناهري وأهداف الناهري تذكرت بعض المدافعين المتألقين رفقة فريق الوداد واللي سجلوا في مباريات حاسمة خاصة في إفريقيا والدوري المغربي، طبعا نيبت وهشام اللويسي وكذلك حمودة بن شريفة لمع الفتح ولمع فريق الوداد الرياضي، طبعا طلحة كذلك واحد من المدافعين اللي يعني أنا أتحدث عن الأسماء اللي شفتها واللي عاينتها واللي تابعت مسارها مع فريق الوداد الرياضي. مشاهدينا الكرام، واحد من هذه الأسماء كذلك محمد الناهري اللي يتألق هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، لأن يكفي أن أقول بأنه سجل 6 أهداف ويا لها من أهداف كلها جميلة، خاصة سانداوس رايح جاي في بريتوريا سجل هدف جميل، والأجمل هو الهدف الذي سجله في مدينة الرباط أمام ماميلودي سانداونز، الهدف اللي أهل الوداد كمتصدر عن المجموعة. ننضم للمباراة وللكرة ناحية اللاعب السعيدي يمرر في الجهة اليمنى ناحية من هناك استلام لهذه الكرة فريق الدفاع الحسني الجديدي، الفريق مع الأسف لما نقول الفريق المظلوم في تاريخ كرة القدم الوطنية سأقول لكم الدفاع الحسني الجديدي، لأنه كان من المفترض أن الدفاع يكون فايز الآن بألقاب عديدة في البطولة وفي كأس العرش، ولكن مع الأسف أقول ومع الأسف فريق بهذه المرجعية وبهذا التاريخ وبالنجوم الكبار اللي حملوا قميص فريق الدفاع الحسني الجديدي، يعني غريب، فريق فايز بلقب واحد كأس العرش، قبل سنوات قليلة فاز بالكاس في نهائي مثير أمام فريق الرجاء الرياضي، ولكن للأمانة في الدفاع الحسن الجديد كان ممكن الآن يكون فايز على الأقل ب3 ألقاب أو 4 ألقاب في الدوري المغربي، وكذلك بلقبين أو 3 ألقاب في مسابقة
كأس العرش، لأنه أجيال كبيرة وأسماء كبيرة حملت قميص فريق الدفاع الحسن الجديدي، ومنها من تألق مع المنتخب الوطني المغربي. ولما نقول المنتخب الوطني المغربي أكيد نستحضر رموز فريق الدفاع الحسني الجديدي في سنوات السبعينات، والأسماء التي شاركت في الإنجاز التاريخي واللقب الوحيد للمنتخب المغربي عام 76. الهدف الجميل والهدف التاريخي لبابا، نعم، اللي سجله آنذاك في 76 ومكن المغرب من اللقب الوحيد. مشاهدينا الكرام، إذا ستلعب ضربة المرمى عن طريق محمد اليوسفي. أجيال كثيرة، وقلت يعني أسماء كبيرة مرت من فريق الدفاع الحسني الجديدي، بابا المعروفي، من كذلك الأسماء المميزة في تلك الحقبة. مشاهدينا الكرام، الصورة على يحيى جبران، نعم يحيى جبران، وهذه مفاجأة في حد ذاتها لما نشوفوا يحيى جبران في الاحتياط، لأن أول مرة منذ التحاق يحيى جبران بفريق الوداد الرياضي نعم يكون في الاحتياط في انتظار دخوله في دقائق شوط المباراة الثاني، الاعتماد اليوم على ابراهيم النقاش وكذلك صلاح الدين السعيدي في منتصف الميدان. عادل الحسناوي، استلامه ديال الكره ضاعت، انطلاقه مره اخرى لعناصر الوداد الرياضي. محمد النجم يلعب في الجهه اليمنى، هذا هو لاعب وليد الكارتي، يرفع وليد في اتجاه بابا توندي، وصلت الى الجهه اليسرى. محمد الناهري كالعاده يساند الهجوم من الجهه اليسرى لمن يا محمد الناهري، يخرج اسماعيل الحداد من الرقابه، يضغط عليه بامعمر. بامعمر خبره كبيره لدى علي بامعمر. مشاهدينا الكرام، الماس على الخصوص، تمشي كره في الجهه اليسرى، محاولة المرور من طرف اللاعب اسماعيل الحداد، والكرة تبعد من الطائر الأيمن بوخريس في نهاية المطاف. بوخريس كداير ايمن، سعد القرو الجهه اليسرى الهدودي واقردون في المحور، عادل الحسناوي وكذلك بامعمر في الارتكاز، شيشان كجناح ايمن، بلال مقري على الجهه اليسرى. اللاعب الهاشمي يلعب خلف المهاجم الصريح مصوفا. تقريبا هذا هو التوظيف لبادو الزاكي، معروف بادو الزاكي منذ سنوات عديده ويفضل هذا الاسلوب 4-2-3-1 حتى عندما كان مدربا لفريق الوداد. وقلتها في الجوله الاولى بان بادو الزاكي اشرف على الوداد الرياضي في 3 محطات وفاز بلقب وحيد مع فريق الوداد الرياضي، لقب كأس العرش 98 لما فاز الوداد في المباراة النهائية على نادي الجيش الملكي. كرة في وسط الميدان لفائدة وليد الكارتي، آنذاك النتيجة كانت 2-1 في النهائي أمام الجيش الملكي. تلعب الكرة في الجهة اليمنى، عبد اللطيف نصير يغير لمحمد الناهري، استلام من محمد الناهري إلى محمد الناهري، بعيدة 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 جدا يا محمد يا الناهري، هذه راحت لي مازاغان يا محمد يا الناهري، بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس. هنا محمد اليوسفي، أشرف داري يبعد الكرة بالرأس، منقولة في وسط الميدان، تمشي لمن مباشرة للخلف، هو الحارس محمد اليوسفي من جديد لمن يا اليوسفي، منقولة في وسط الميدان، هكذا كانت تسمى الجديدة في وقت من الأوقات تاريخيا، مازاغان معروف هذه المنطقة. تمشي كرة في الجهة اليمنى لفائدة اللاعب الهاشمي، الهاشمي لمن بوخريس عادل الحسناوي، تبادل كروي حتى الآن، لازلنا ننتظر ردة فعل أقوى من عناصر فريق الدفاع الحسني الجديدي. هنا خروج بها الكرة من طرف اللاعب بوخريس ضيع هذه التمريرة، في أخطاء ابراهيم النقاش يرسل الكرة في اتجاه اللاعب محمد النجم، يتدخل سعد القرو في نهاية الأمر. سعد القرو وصلت إلى الجهة اليسرى، وانطلاقة في هذه الهجمة لعناصر فريق الدفاع الحسني الجديد. السلام من الشيشان عادل الحسناوي، أكثر تحكم فريق الدفاع الحسني الجديدي بالكرة. مروان هدودي، مروان في هذا المكان، صعب الخطأ يا مروان. عيسى سي يترك الامتياز للعناصر فريق الدكالي، يستحوذون على الكرة في هذه الأثناء والرغبة من أجل تعديل النتيجة، ولكن الحلول غير متوفرة تماما لرفقاء عادل الحسناوي. الوداد يرجع وينظم صفوفه، وبالتالي يتموقع وينتشر بشكل جيد، ويحرم الفريق الدكالي من بناء الهجمة ومن الاختراق أكثر في دفاعات فريق الوداد الرياضي. بوخريس يسعى لتنفيذ الرمية الجانبية،
لمن يا بوخريس. الكرة في وسط الميدان يلعبها في اتجاه عادل الحسناوي، ضاعت يا عادل لأن السعيدي موجود، يقطع هذه الكرة منطلقة من محمد النهيري. محمد النهيري ماذا سيفعل؟ يتجاوز عليه بمعمر، بمعمر الكرة تخرج إلى التماس. هذه نرفزة لا داعي لها يا علي بمعمر، وأنت المتخصص في الإنذارات وحتى الورقات الحمراء، لأنه لو تشوف علي بمعمر مقارنة مع بقية لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي، فأكثر لاعب تلقي للبطاقات الحمراء ضمن القائمة الحالية هو علي بمعمر. تلعب الجانبية وهذا راجع للنرفزة وللتدخل بتهور في كثير من المناسبات مشاهدي الكرام، وهذا ضيع على فريق الدفاع الحسني الجديدي النقاط بعض المباريات المهمة. وهذه الوضعية التي يتواجد فيها الدفاع لا تتناسب تماما مع قيمة ناد كبير هو الدفاع الحسني الجديد مشاهدينا الكرام، لأن الدفاع دائما، وهذه الصورة التي أخذناها على الدفاع الحسني الجديدي، دائما مع الأربعة الأوائل في البطولة الوطنية. تلعب هذه الكرة، نعرف بأن هذه المرحلة انتقالية، هذا راجع للتغييرات التي طالت الإدارة الفنية للفريق الدكالي من طالب لفيلود حتى لبادو الزاكي، بينما تسديدة 3 مدربين تعاقبوا على الفريق الدكالي في موسم واحد، وهذا الأمر لم نعهد على الفريق الدفاع الحسني الجديدي. طالب ثم فيلو الذي لم يعمر طويلا، واعتقد هذا كان اختيار خاطئ من طرف اداره الفريق الدكالي قبل ان تتدارك الموقف، وبالتالي تستعين بمدرب عنده معرفه جيده للبطوله الوطنيه. وبادو الزاكي صحيح لم يفز بالقاب، نعم لقب وحيد كمدرب مع الوداد كاس العرش 98، ولكن يطمح لان يحقق اول لقب في الدوري المغربي في مسيرته كمدرب. تلعب الكره في الجهه اليمنى ناحيه اللاعب محمد أناجم. على فكرة لا زلت أتذكر بادو الزاكي في بداية مسيرته التدريبية مع الفتح الرباطي هو كان حارس وفي نفس الوقت مدرب. هذا حصل في بداية التسعينيات، يعني بداية التسعينيات هكذا كان الأمر بالنسبة لفريق الفتح الرباطي. لا أقول بداية التسعينيات، لأن بداية التسعينيات كان الزاكي لازال في الممارسة مع المنتخب الوطني، وكذلك مع فريق الفتح الرباطي كذلك أنهى مشواره كحارس مرمى رفقة فريق الفتح الرباطي، ولكن في نفس الوقت هو كان حارس مرمى وكان مدرب لفريق الفتح، وبعدها درب فريق انذاك كان ينشط في مدينه سلا، يتعلق الامر بسبورتينغ سلا. اسم سبورتينغ سلا جاء لتعويض اسم القرض الفلاحي اللي اشتهر اكثر مع فيليب تروسيي قبل ان يشرف عليه بادو الزاكي. ومن بعدها تواصلت المسيره مع مجموعه من الانديه في عالم التدريب، ولعل ابرز فريق الوداد الرياضي. ولكن انا تذكرت الفتره اللي كان فيها حارس مرمى ومدرب في نفس الوقت مع الفتح الرباطي. كره ارضيه متابعه بعد ذلك بالرأسية بادو الزاكي اللي كانت آخر مشاركة له في كأس الأمم الإفريقية كحارس مرمى كانت في السنغال 92 مشاهدينا الكرام، 92 نعم كان آخر حضور لبادو الزاكي كحارس مرمى في الكأس الأممية الإفريقية. وكانت تلك الفترة هي بداية نهاية مشوار بادو الزاكي كحارس مرمى اللي أرخ لفترة مهمة وذهبية في تاريخ الوداد الرياضي مشاهدينا الكرام. نعم لابد للحديث عن بادو الزاكي لأنه يبقى أسطورة كيفما كان الحال على مستوى حراسة المرمى. هذه ليست مبالغة، ولكن الأرقام والإنجازات تؤكد بأن بادو الزاكي واحد من الحراس الكبار الذين مروا في تاريخ كرة القدم الوطنية، طبعا إلى جانب الحراس الذين تعرفونهم ويؤكد حتى التاريخ، بينما الصورة للجماهير الدكالية والودادية والروح الرياضية العالية جدا. هنا استقبال الجماهير الجديدية للجماهير الودادية في إطار الروح الرياضية أخوية جميلة جدا، لأن هذا عرس وهذا حدث رياضي يجمع بين فريقين كبيرين الدفاع الحسن الجديدي والوداد. إذا المباراة لا زالت متوقفة مشاهدينا الكرام، حتى لا ننسى بادو الزاكي اللي كان من الحاضرين في ذلك النهائي الشهير، نهائي كأس محمد الخامس في 79، الفريق الوحيد اللي فاز بلقب كأس محمد الخامس، الفريق المغربي اللي فاز بكأس محمد الخامس. وكان في تلك المباراة حاضر بادو الزاكي طبعا مع الأسماء اللي يعرفها جمهور الوداد في تلك الفترة مشاهدينا
الكرام شيشه بودرباله والعديد من الاسماء، عبد الخالق كذلك، وكان معاهم بادو الزاكي. اذا ستلعب الكره من طرف حارسي المرمى. زيد على ذلك الالقاب اللي حققها بادو الزاكي طبعا، اللي كان في الطب وفي التوهج في سنوات الثمانينات مع المنتخب الوطني ومكسيكو 86. كرة في وسط الميدان لمن على الجهة اليسرى. الحكم يتدخل في هذه اللحظات، وطبعا لما كان الزاكي وقتها يعني في أوج العطاء ربما حارس لم يأخذ فرصته الكاملة، لأنه لا حديث في تلك الفترة إلا أن الزاكي. ولكن حتى لا ننسى بأنه كان في ذلك الزمن الجميل حارس آخر اسمه حميد، حارس مرمى نادي الجيش الملكي، اللي كان البديل الزاكي في المنتخب الوطني. وقبل طبعا حراس كبار، بينما هذه كرة أمامية والحكم يتدخل في نهاية المطاف. ويمشي هنا الحارس محمد اليوسفي لتنفيذ الضربة الحرة لفائدة فريق الوداد الرياضي والدفاع الحسن الجديد. محمد اليوسفي يسعد للتنفيذ. لاحظوا بأن الشوط الأول كان أفضل بكثير من الجولة الثانية. الشوط الثاني تغيب فيه الفرص تماما من جانب الطرفين. أنا كنت أنتظر ردة فعل أقوى من الفريق الدكالي في هذا الشوط. كرة أمامية في اتجاه لاعب من بابا توندي وسط الميدان. هنا 1-2 انطلاقه وداديه. وليد الكارتي يتقدم. يا وليد يا وليد يا وليد يبحث عن اسماعيل حداد، وتدخل من طرف الظهير الايمن امامنا على الصوره بوخريس في اخراج هذه الكره مباشره الى الركنيه. نعم، وليد الكارتي الذي كان يبحث عن اسماعيل حداد، في اعتقادي ابرز لاعب وانشط لاعب في الجوله الاولى، واكثر من تحرك في الجوله الاولى واكثر من اعطى تمريرات بين اليمين واليسار هو وليد الكارتي. نعم، ممتاز اداء وليد الكارتي، اللي ايضا كان من الملتحقين ومن المعوضين، احد الغائبين عن المنتخب الوطني، كان ضمن قائمه ايرفي رونار. اذا سنتابع، وكان من المسافرين ايضا مع المنتخب الوطني لمالاوي، المباراه التي انتهت بالتعادل السلبي. اذا سنتابع اسماعيل الحداد يسعد لتنفيذ هذه الركنيه. اسماعيل ركنيه من جديد، نعم، لفائده فريق الوداد الرياضي. هنا اسماعيل الحداد يحتج على الحكم بداعي ان بوخريس لم يفسح له المجال ولم يترك الامتار القانونيه. عاده لما ينفذ اللاعب الركنيه هو عيسى السي الحكم السنغالي اللي تم اختياره لقياده هذه المواجهه. تلعب هذه الركنيه الراسيه من اشرف داري، تبقى ركنيه او تبقى الهجمه متواصله لفائده الوداد. محمد النهيري يرفع الكره، النهيري يرفع الكره، النهيري والحداد يحاول حصر الحداد. حداد يدخل الحداد، فرصه وداديه. أشرف داري في أبرز تهديد في هذا الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، يا له من تدخل من طرف الحارس محمد اليوسفي في كرة كانت صعبة، ولكن الدوران هنا من أشرف داري سددها. تبقى ودادية، فرصة متابعة من المدافع مروان هدودي. نرجع للوداد وداري التسديدة لكن بعيدة تماما عن مرمى محمد اليوسفي. جرب حده داري مرة أخرى، ولكن الأولى كانت هي الأخطر والأجمل والأبرز لك يا أشرف يا داري. انطلاقة سريعة، مصوفا يأخذ الكرة، ينطلق من الجهة اليمنى، مصوفا مرة جانبا. رضا التقنوتي يتصدى، نعم، لكرة مصوفا، والركنية لفائدة الفريق الدكالي لبداية رفع الرتم من جانب الفريقين في هذه المواجهة. تلعب الركنية مصوفا بسرعة. بلال المقري، بلال حتى الآن لا تغييرات من جانب بادو الزاكي وفوزي البنزرتي مرة أخرى. تمشي للجهة اليمنى، محاولة المرور، وبوخريس يرفع على القائمة الثانية الراسية. جول التعادل جديدي. مصوفا يدرك هدف التعادل لتهتز المدرجات، نعم، في هذه اللحظات في الكورفة الخاصة بأنصار الدفاع أمام حسرة المدرب فوزي البنزرتي. نعم، في كرة خطفها مصوفا، هذه الإعادة مرة أخرى. بوخريس يتجاوز الحداد، يرفع كرة على القائمة الثاني بالراس. هنا الشيشان والمتابعة من مصوفا. نعم، مصوفا من دون رقابة
يحتسم الحارس احمد رضا التكناوتي. شوف الاعاده بالراس يا مصوفا، نعم من دون رقابه، مصوفا لوحده كما جاءت، نعم وضع براسو في مرمى احمد رضا التكناوتي. 1 مقابل 1. ستشتعل المباراه كما تشتعل المدرجات واللون الاخضر في مدرجات الانصار الجديديه، فرحه بهدف اللاعب مصوفا الذي جاء في وقت مناسب للفريق الدكاني. مشاهدينا الكرام، مصوفا اذا يعدل النتيجة في حدود الدقيقة 68. فكيف سيرد الوداد على هدف اللاعب مصوفا؟ أتوقع بأن 20 دقيقة المتبقية ستكون مثيرة. هدف لرفع المعنويات للفريق الدكالي، وهدف ربما سيعيد فوزي البنزرتي ربما لقراءات أخرى وتغييرات من شأنها أن تعيد الوداد لنقطة التقدم مرة أخرى بهدف ثاني. كل شيء يبقى ممكن في الدقائق القادمة، ولكن هدف ربما يكون حافز أكبر بالنسبة للدفاع الحسن الجديدي من أجل الانتصار. لمن التفكير الآن في الانتصار؟ لأن الجديدة قلت مسموح له الخطأ نعم في مباراتها اليوم. الجديدة 25 نقطة، يطمح للنقطة 28 مناصفة مع فريق الجيش الملكي. كرة في وسط الميدان، هذا ما قلت مشاهدينا الكرام، هدف يحفز الجديدين. وبلال بعيدة تماما، بعيدة تماما يا بلال. إذا هناك تغيير، أيمن حسوني يسعد للدخول في هذه الأثناء. إذا أيمن الحسوني سيكون البديل القادم لفوزي البنزرتي. تلعب ضربة المرمى من أحمد رضا التكناوتي مباشرة. اسماعيل الحداد يلعب لبابا توندي بالكاب، تبادل جمالي كروي جميل جدا. هنا اسماعيل الحداد، اسماعيل في وضعية صعبة، ينتظرون ابراهيم النقاش لكن يقطع عادل الحسناوي. ترجع ودادية مرة أخرى، محمد الناهري حول المرور، محمد الناهري ممتاز، محمد الناهري، والكرة تتحول إلى ضربة مرمى. الناهري كان مع الحداد ولكن الناهري فضل أنه يمر لوحده، ولكن هنا كان أمامه اللاعب محمد علي بمعمر. إذا فعليا ندخل 20 دقيقة المتبقية على نهاية المباراة، والنتيجة تغيرت قبل لحظات بهدف اللاعب مصوفا اللي يدرك هدف التعادل. إذا محمد اليوسفي على ذكر الهدافين، يبقى الهداف حتى الان في البطوله الوطنيه هو المهاجم اللابا كوجو، مهاجم النهضه البلكانيه. 14 هدف، 14 هدف. تلعب الكره بسرعه، صلاح الدين السعيدي يرسل كره للامام في اتجاه بابا توندي. حسوني لم يدخل بعد، ابراهيم النقاش في الاستلام. هنا اللاعب اسماعيل الحداد يخرج من المراقبه، يلعبها لمحمد الناهري، يدخل بها وسط الميدان، يتقدم السعيدي لمن؟ ما هو الحل يا السعيدي؟ يضطر للعوده من جديد لمحمد الناهري، يرفع كره في اتجاه من لم تصل لعبد اللطيف نصير، والكره تبعل بعد ذلك الى الجانبيه. الان عيسى سيفسح المجال لفوزي البنزرتي من اجل اجراء التبديل، وايمن حسوني امامنا على الصوره. نعم سيدخل في هذه اللحظات أيمن حسوني وكذلك يحيى جبران. إذا بابا توندي يدخل مكانه أيمن حسوني، في حين يحيى جبران مكان من سيدخل في هذه الأثناء؟ مكان من سيدخل؟ هذا هو الطبيعي أن يحيى جبران يكون حاضر على مستوى وسطي الميدان، بينما أيمن حسوني البديل على مستوى الهجوم مكان بابا توندي صاحب الهدف الوحيد للوداد في المباراة. إذا إبراهيم النقاش هو من سيخرج. نعم إبراهيم يترك مكانه ليحيى جبران على مستوى وسط الميدان الدفاعي. إذا يحيى جبران يدخل في هذه الاثناء مشاهدينا مكان اللاعب ابراهيم النقاش، تبديلان في وقت واحد. نعم يحيى في الوسط وايمن الحسوني في الخط الامامي. تلعب الكره لفائده فريق الوداد الرياضي، هناك من عبد اللطيف في اتجاه السعيدي مقطوعه. لاحظوا الان النسق، ودعوني اقول الاسلوب تغير بعد الهدف. الوداد يضغط والدفاع يعتمد على المرتدات السريعه، وكان الدفاع نعم يبحث فقط عن النقطه. تعادل سيرضي لكن لن يرضي الوداد الرياضي الباحث عن انتصار جديد والاقتراب اكثر من لقب البطوله الوطنيه رقم 20. محمد وناجم يسعى لتنفيذ هذه الركنيه، ناجم يرفع كره وناجم الراسيه من السعيدي صاحب الراسيه، ولكن بعيده تماما عن مرمى الحارس محمد اليوسفي.
هنا ارتقاء كان جميل من طرف المدافع او لاعب الوسط صلاح الدين السعيدي. هذه الاعاده مجددا يتفوق على الشيشان ولكن لم يركز. الضربه الراسيه للاعاده. نعم هنا بعيده تماما الكره على حارس محمد اليوسفي، بينما هنا اللقطه الابرز اشرف طاري لما سدد الكره كانت في اتجاه المرمى، وهنا ببراعه محمد اليوسفي يتدخل. إذا أرجع لي المباشر، هذا هو أحمد رضا التاقناوتي على بعد ربع ساعة من نهاية المواجهة، والتعادل هو السيد الموقف حتى الآن. كرة في وسطي الميدان، يحيى جبران في أول لمسة، لاعب البديل يدخل مكان إبراهيم النقاش. يحيى جبران يمشي إسماعيل الحداد على الجهة اليسرى، إسماعيل ماذا سيفعل؟ إسماعيل يلزم المساندة لكن موجود مروان هدودي. ممتاز ممتاز مروان هدودي يتدخل امام اللاعب اسماعيل حداد، يلعب التماس بسرعه، يتدخل بوخريس، ترجع مره اخرى لعناصر الوداد. طبيعي جدا يضغط الوداد الان، ولكن الجديده ربما تفعلها في مرتد هجومي مع انطلاقات بلال مقري وكذلك المصوفه. تمشي للجهه اليسرى محمد النهيري، النهيري ماذا سيفعل؟ يعيدها لصلاح الدين السعيدي اللي يرفع داخل المنطقه، يلعب كره قصيره، يلعب كره ارضيه هنا بينيه في اتجاه ايمن الحسوني، والكره تتحول يقول الحكم السنغالي الى ضربه مرمى وليس ركنيه. احد لاعبي فريق الدفاع الحسن الجديدي مصاب في هذه الاثناء، وبالتالي الحكم السنغالي عيسى سي يوقف اللعب في هذه الاثناء. هذه الاعاده مجددا للتمرير البينيه. هل هو علي بمعمر المصاب؟ لا، هذا الشيشان مصطفى الشيشان او الهاشمي. نعم الهاشمي المصاب في هذه اللحظات. هذه اللقطة الماضية والهدف اللي سجله اللاعب مصوفا، يعني مصوفا هنا أمام كومارا وأمام أشرف داري يتمكن براسية من تسجيل هدف التعادل. حتى الآن المدرب بدو الزاكي لم يجري أي تغيير حتى الآن، ولو أنه تجاوزنا يعني الدقيقة 75 لا تبريرات حتى الآن من طرف المدرب بدو الزاكي، اللي يفتقد للمفتول ويفتقد كذلك لقرناص الذي تعرض لعقوبة الإيقاف، واللي كثيرون اعتبروها قاسية في حق اللاعب قرناص. قرناص اللي سبق له أيضا أن حمل قميص فريق الوداد الرياضي. الآن ربما التبديل، نعم هو التبديل الأول لبدو الزاكي بعد مرور 77 دقيقة. محمد اليوسفي ينفذ ضربة المرمى بالراس، يتدخلون يحيى جبران، أيمن حسون يحاول لكن أقرب إليه يوسف أقردوم. أقردوم في لمسة يد، في لمسة يد، نعم واضح لمسة يد، وبالتالي قرار سليم من الحكم. وهنا فرصة لإجراء تغيير، خوخوش يستعد للدخول. نعم إذن خوخوش البديل الأول للمدرب بدو الزاكي مكان الهاشمي. نعم تغيير اضطراري لأن الهاشمي تعرض لإصابة، وبالتالي واضح أنه غير قادر على إكمال هذه المواجهة. يدخل مكانه خوخوش، هذا هو مصوفا. فرصة يحيى جبران يبعد إلى الركنية. كان ممكن الدفاع يفعل ويسجل الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الحارس أحمد رضا التاقناوتي. كاد يأتي الهدف الثاني لفريق الدكالي لولا يحيى جبران. حتى الطريقة اللي أبعد بها الكرة يحيى جبران كانت مميزة، لأنه كان ممكن لو أبعدها بطريقة أخرى كان ممكن يخطفها بلال المقري، كان ممكن بلال المقري يخطف هذه الكرة الجديدة معنويا في أحسن الأحوال بعد الهدف الذي سجله لاعب مصوفا. وبلال المقري يستعد لتنفيذ الركنية
إذا بلال يطلب الآن صوبة أخطر لاعبين في صفوف الدفاع الحسن الجديدي، لاعب ماكر، لاعب سريع، لاعب مناور، لاعب في جميع الأماكن يفعلها، ممكن يفعلها هو مصوبة مرة أخرى في القائمة الأول. والكرة ودادية يتم إخراجها في هذه الأثناء لمن ناحية اللاعب إسماعيل الحداد في صراع مع من علي بمعمر. ترجع مرة أخرى ودادية. كومارا، ماذا سيفعل كومارا؟ هنا لو رجع الكرة للتكنوتي كان ممكن تشكل خطورة مع وجود لاعب خطير وماكر ومصوبة. محمد اليوسفي تقطع من طرف اللاعب عبد اللطيف نصير في اتجاه محمد أناجم، مختفي تماما أناجم في هذه الجولة الثانية بعد شوط أول نشيط. هذا هو أناجم من جديد. أيمن حسوني، لمن يحسوني؟ أناجم يدخل، أناجم ماذا سيفعل أناجم؟ فرصة الحسوني من جديد، الحسوني يرفع كرة الحداد ومحمد النايري سدد، الدفاع يتدخل. اللحظة اللي ضغط فيها عناصر فريق الوداد الرياضي. ترجع مرة أخرى لأيمن الحسوني، ماذا سيفعل الحسوني؟ يحافظ على الكرة، يلعب لأناجم، لمسة جميلة جدا، فرصة لرفع الكرة. بوخريس مع خوخوش، عنده المجال خوخوش للتقدم، يمر الكرة في الجهة اليمنى. مصوبة، ضاعت يا مصوبة. يرجع كل عناصر الجديدية الآن من أجل الذود عن المرمى، لأن لحظات بكل تأكيد سيضغط فيها عناصر الوداد من أجل خطف هدف ثاني في العشر دقائق المتبقية. أناجم في استلام الكرة عنده اللاعب بلال مقري، بلال والآخر يساند الدفاع. نصير يرفع كرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه الحداد، والمتابعة للكرة الثانية منك هي الناهري. وليد الكارتي وليس الحداد اللي كان تابع الكرة الماضية. مرة أخرى توصل لصلاح الدين السعيدي. يحيى جبران في عملية الربط والتنسيق على مستوى وسط الميدان، يعيد لأشرف داري. كومارا مع مصوبة. تعرف يا كومارا بأن الخطأ ممنوع أمام اللاعب مصوبة اللي يتربص به الكل مع خوخوش البديل لمن حاول إيصاله للاعب مصوبة. الجديدة قد تفعل في أي لحظة، الدفاع قد يسجل في أي لحظة مع التقدم الواضح لعناصر الوداد الرياضي. يحيى جبران يبدأ مرة أخرى هذه الهجمة، كرة تمشي لأيمن الحسوني، هناك أناجم على الجهة اليمنى، التمريرة والخطأ نعم يعلن عنه الحكم في هذه اللحظات. عيسى سي يمنح ضربة حرة لفائدة فريق الوداد بعد تدخل محمد علي بمعمر. هذه الإعادة مجددا، نعم صراع بين بمعمر وأيمن الحسوني، والحكم كان قريب جدا من العملية. بدأ العد العكسي لنهاية المواجهة. مشاهدينا الكرام، هل ينتهي اللقاء بالتعادل أم سنشهد هدف حاسم وقاتل لا من جانب الوداد ولا من جانب الفريق الدكالي الجديد؟ تحسن أداء كثيرا في هذه الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام، ومدرب اللي قام بتبديل وحيد، دخل خوخوش اضطراريا مكان اللاعب الهاشمي، بينما الضربة الحرة كالعادة يقف خلفها محمد الناهري. إذا جدار مشكل من 4 لاعبين. الناهري يفكر في التسديد مباشرة، نعم إلى جانب صلاح الدين السعيدي. هل سترفع الكرة أم سيكون التسديد مباشرة منك يا محمد يا الناهري؟ عموما نترقب كما يترقب الجمهور في ملعب أحمد العبدي بالجديدة. إذا ننتظر محمد الناهري السعيد. الناهري سدد كرة في اتجاه المرمى، واليوسفي يتدخل. واحدة من أصعب الكرات للوداد في هذا الشوط الثاني، ولكن ببراعة يتصدى الحارس محمد اليوسفي. دائما هذه الكرات تكون صعبة للحراس، خاصة لما تلمس الكرة الأرض. كانت صعبة بالفعل، ولكن اليوسفي قام بردة فعل ممتازة. الكرة تتحول بعد ذلك إلى الركنية، ومحمد الناهري يستعد لتنفيذ الضغط. يبقى ودادي، وهذا الأمر منتظر بعد هدف التعادل عن طريق اللاعب مصوبة. محمد الناهري يستعد لتنفيذ هذه الركنية. الناهري يرفع على القائمة الثاني، فرصة هنا تصل الكرة من جديد لفائدة أيمن حسوني. ودادية دائما مع محمد ومحاولة المرور، اختار الحل الفردي محمد أناجم. وهنا قوة الجديدة، هنا قوة الدفاع، المرتدات مع المساحات الموجودة والشوارع في دفاعات فريق الوداد الرياضي. فرصة يحيى جبران يرجع بسرعة، استخلاص الكرة من يحيى جبران. وعيسى سي يشير إلى وجود ماذا هنا؟ هل هي وضعية تسلل أم هناك خطأ ودفع من اللاعب شيشان؟ أمامنا على الصورة مصطفى شيشان اللي تعرض للإصابة، ولكن السي يأمر باستئناف اللعب وبسرعة. يحيى جبران يمرر الكرة هنا لعبد اللطيف نصير مع أناجم. الفرصة ودادية والمناورة ودادية، والكرة قد تكون مرفوعة داخل منطقة الجزاء. نعم هنا محاولة المرور، هنا علي بمعمر يراقب، علي بمعمر
معمر. ممتاز علي بامعمر. علي بامعمر يقف امام ايمن الحسوني. ترجع اخرى مرة اخرى لفائدة الوداد. يحيى لمن يتجاوز هنا عادل الحسناوي والحكم يضطر لايقاف اللاعب لان مصطفى الشيشان نعم لا زال على الارض، وبالتالي عيسى سيوقف المباراة. على ما يبدو هناك شد عضلي بالنسبة للاعب مصطفى الشيشان. هذا هو لاعب مصطفى الشيشان. الآن بدو الزكي ربما يكون على موعد مع تبديل ثاني وثالث، لأنه تبقى له تبديلين. هذه الإعادة بلال المقري، اللحظة اللي مرر فيها الكرة هنا لوحده. نعم هنا لوحده لعب مصطفى الشيشان، سقط لوحده. هذا هو لعب مصطفى الشيشان، نعم اللي سقط لوحده. بينما الكرة محمد النهيري في اتجاه المرمى ومحمد اليوسفي ببراعة الصد. هذه الكرة الصعبة. تلعب الكرة يحيى جبران في وسط الميدان ناحية صلاح الدين السعيدي يلعب الكرة في الجهة اليمنى أمامية لمن فقط لمحمد اليوسفي. كومارا بالراس اشرف داري منتصف الميدان الكثير من الكرات العاليه في هذه الاثناء من جانب عناصر الوداد. الرياضي اليوسفي غامر في هذه اللقطه. طريقة إخراج الكرة نوعا ما صعبة بالنسبة للحارس محمد اليوسفي. والزوير المترجي البديل الأخير لفوزي البنزرتي. إذا التغيير الثالث خروج أناجم. نعم نزل مستوى أناجم طبيعي. الآن يتم إخراج ودخول لاعب زوير على المترجي لاعب الأروقة. والآن ممكن نشوفوه في الجهة اليمنى مرفوعة الكرة داخل منطقة الجزاء. صلاح الدين السعيدي وقف كرة يمرر الحداد يمر الحداد والركنية. المجال كان مغلق تماما. تكتل واضح لعناصر الدفاع. الحسن الجديدي في الخلف وبوخريس الذي يقوم بجولة ثانية ممتازة دفاعيا أمام كل انطلاقات محمد النهيري واسماعيل الحداد في الجهة اليسرى. إذا ستلعب الركنية الآن لفريق الوداد الرياضي. هذه الركنية رقم 13 بالنسبة للوداد في المباراة، ولا ركنية شكلت خطورة. إذا ستلعب هذه الكرة من محمد النهيري. فرصة مرت أمام الجميع تبقى ودادية. فرصة زوير المترجي يلعب لمحمد النهيري. سيرفع محمد النهيري. فرصة ممتازة. محمد النهيري هنا مع التقدم بعد الشيء. محمد اليوسفي كان ممكن شاهدوا الهدف، بينما مرتد هجومي سريع. مصوفا الخطير، مصوفا السريع يكون وليد الكارتي في مباراة مثيرة في الدقائق الأخيرة. الدفاع كاد يسجل ثاني الأهداف بعد مرتد هجومي سريع وبعد تمريرة أكثر من رائعة للاعب مصوفا، لكن هنا وليد الكارتي عودته في الوقت المناسب يحرم الدكاني من ثاني الأهداف. انطلاقة ودادية من الجهة اليمنى. الكرة تجاوزت الخط. نعم الكرة تجاوزت الخط. كان ممكن أن نشاهد هدف في هذا المرمى أو في المرمى الأخرى. شوف الإعادة مرة أخرى. مصوفا يا سلام. مصوفا شوط ثاني ممتاز يبحث عن شيشان يأزم الحارس التاغناوتي، ولكن خلفه يقف اللاعب وليد الكارتي الذي رجع في الوقت المناسب. الكرة كانت في طريقها نحو المرمى. شوط ثاني مخالف تماما للجولة الأولى بالنسبة للفريق الدكالي اللي كان قريب من هدفه الانتصار. يحيى جبران في استلام هذه الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى. هذا هو التصور اللي قلته مشاهدينا. الوداد سيسيطر وسيبحث عن الثاني والجديدة. ستتحين الفرص والمرتدات اللي بإمكانها تغير النتيجة في أي لحظة. ترجع كرة ناحية مروان هدودي في وسط الميدان. بمعمر أكثر تنظيم الدفاع، أكثر تنظيم الفريق الدكالي في هذا الشوط لا على مستوى الدفاع وحتى وسط الميدان مع بمعمر وعادل الحسناوي الثنائي لقطع الكثير من الكرات نجح في ذلك. إذن ستلعب الجانبية. سعد
سعد يلعب الكرة، يحيى جبران يقطع بالراس المرة الثانية صلاح الدين السعيدي، والكرة تمشي للتماس. حتى الآن أعتبر التعادل نتيجة منطقية بين الطرفين. إذا تغيير قادم من طرف المدرب آدم لشهب، يستعد للدخول البديل الثاني بعد دخول خوخوش. كرة في وسط الميدان لفائدة الوداد، وليد الكارتي الاستلام الأيمن حسوني، نصير يعيد ليحيى جبران، تنويع في اللعب وتغيير اتجاه في اتجاه لاعب محمد الناهري. محمد الناهري هذا يفعل محمد يلعب يحيى جبران، ناهري من جديد فتح المجال واللعب الجهة اليمنى. السعيدي على مشارف منطقة جزاء، السعيدي لوجود خطأ يقول الحكم، تمشي ناحية من هنا باب عمر، يمرر الكرة جميلة شيشان ماذا سيفعل؟ عنده داري والسعيدي شيشان، فرصة مرة جانبية، والخطورة الجديدية والتهديد الجديد، وبلال المقري هو صاحب التسديدة الماضية، بينما نعيش الثواني الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي، والنتيجة دائما متعادلة، واحد مقابل واحد بين الطرفين. هذا هو بلال المقري، كان عنده داري والسعيدي لسان أيضا داري في الكرة الماضية الخطيرة، بينما هنا الكرة كان في اتجاه المرمى، ولد الكارتي في نهاية المطاف يبعدها. إذا تبديلان دفعة واحدة في صفوف الفريق الجديد. سعد القرو يخرج في هديرتنا. الوداد قريب النقطة 49 الجديدة، تعادل في هذا الظرف ليس بالإيجابي، ولكن أنت تلعب أمام الوداد كيف ما كان الحال. إذا دخلنا الوقت البدل الضايع، ولا شاب يدخل كذلك في هديرتنا. سعد القرو يخرج أيضا. إذا دخول لاعب بن شاوي ولا شاب، وقبلهما اللاعب خوخوش. هذه تبديلات المدرب بادو مصوفة، كاد يخطف هذه الكرة من داري. داري كاد يتسبب في هدف قاتل في الوقت بدل الضايع مع وجود الخطير مصوفة. 4 دقائق وقت بدل ضايع يتم احتسابها من طرف الطاقم التحكيمي السنغالي. يحيى جبران يلعب الكرة لأشرف داري، طبيعي جدا يمرر لعب لطيف. نصير لمن ينصير استلام من طرف اللاعب صلاح الدين السعيدي، والانتظار محمد الناهري على الجهة اليسرى. ماذا سيفعل الناهري بينية؟ الفكرة ممتازة نعم، ولكن أيضا ردة فعل أجمل من طرف اللاعب يوسف أقردوم، تبقى لفائدة فريق الوداد. مصوفة يربح خطأ. مصوفة ماذا يقول الحكم؟ رائع جدا هذا اللاعب صراحة، ربح كبير لفريق الدفاع الحسن الجديدي. لاعب مصوفة الحكم يقول بأنه ليس فيها خطأ، هناك تمس. نعم هذه الإعادة مجددا، الصراع بين مصوفة ولاعب البديل يحيى جبران. إذا نتابع الرمية الجانبية الجديدة. إذا ظل التعادل 26 نقطة مناصفة مع نادي أولمبيك خريبكا في المركز العاشر، بينما الوداد نقطة 49 بعد الجولة 22. هذا معناه أنك تبتعد بفارق 16 نقطة عن الوصيف نادي حسنية أكادير الذي قص على الكوكب بالأمس ب5 أهداف مقابل هدف واحد. ولكن المباراة لم تنتهي بعد، لأنه لدينا فرصة جديدة وضربة حرة تلعب في هذه اللحظات. هنا بالراس تغطية بعيدة جدا. هنا لاعب مصطفى شيشان صاحب التسديدة الماضية، ولكن دون خطورة على مرمى التقناوتي. إذا نتابع ضربة المرمى، لم يتبقى الكثير لأنه نعيش الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضايع. تقناوتي اللعب المباشر الآن، محاولة إيصال الكرة بأقصى سرعة لمنطقة جزاء الفريق الدكاني. محمد الناهري الناهري يمرر الكرة في هذه اللحظات لأيمن حسوني، يعيد ليحيى جبران. صعود مجموعة من اللاعبين في هذه الأثناء.
تمشي كرة من جديد. عبد اللطيف يرفع عليه السعيدي بالراس. تحضير الحداد. ناري وقف الناري وأيمن الحسوني. نعم أيمن الحسوني وليس الناري. أيمن الحسوني هو ليس الناري. الكرة تتحول بعد ذلك إلى الجانبية دائما لفائدة الوداد. لم ينزل يدي الوداد. لا زال يبحث عن الهدف. تمشي كرة لأيمن الحسوني. أيمن حسوني لمن هنا في المنتصف آخر محاولات المباراة. وصلت لمحمد النهري من جديد. ماذا سيفعل؟ يلعب الكرة للسعيدي ولكن تباطؤ نوعا ما للسعيدي. محاولة استلام هذه الكرة من محمد النهري. مصوفا الجديدة أخطر مع وجود المساحات. والتقنوتي في نهاية المطاف. نعم في خطأ بسرعة. إذا لحظات والحكم سيعلن على نهاية المواجهة. ربما تكون هذه المناورة الأخيرة لفريق الوداد الرياضي. يحيى جبران وفي هذه اللحظات بالفعل إيساسي ينهي المواجهة بالتعادل. هدف مقابل هدف سجل للوداد الرياضي اللاعب بابا توندي بين معدل النتيجة مصوفا في الدقيقة 68. تعادل منطقي عادل بين الطرفين. جولة نعم ثانية شهدت فرص ولكن الشوط الأول كان أفضل على مستوى عدد الفرص. الوداد 49 نقطة بعد هذا التعادل دائما في الصدارة. 16 نقطة كفارق بينه وبين الحسنية. الدفاع 26 نقطة. مشاهدينا الكرام مناصفة مع فريق أولمبيك أخريبيا. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في مواعيد قادمة إن شاء الله.